بسم الله. موضوع الفيديو النهارده هو ازاي ان انا لو كيسز معمول لها سكان باي سكانر تاني ومعايا الاس تي ال فايل بتاعها او الاو بي جي او البي ال واي بتاعها، فهو ازاي ان انا ادخلها على السوفت وير بتاع الميدت بحيث ان انا اسيفها ككيس معموله على الميدت، وان انا استخدم الابلكيشن بتاع الميدت من خلال ان انا جبت فايلات اس تي ال او او بي جي او بي ال واي من اي سكانر تاني. تمام. فالموضوع بتاعي ان انا عملت اول حاجه، اول ما سجلت عملت نيو كيس، هبتدي اسجل الكيس بتاعتي وليكن باسم احمد السيد. خلاص. وعملت ريجستر اند سكان. اول ما عملت ريجستر اند سكان هيبتدي اوتوماتيك يظهر لي الواجهه بتاعتي اللي انا هسجل فيها نوع التركيبه، فانا ممكن اسجل عادي وممكن ما اسجلش. التركايه هنا او الموضوع ان انا لازم اعمل حاجه اسمها اتاتش. اتاتش هنا هبتدي اعمل اتاتش للفايل اللي انا عايز استخدمها في السوفت وير بتاع الميدت. فانا لما عملت اتاتش كده هبتدي يقول لي فين الفايلات اللي انا عايز ادخلها في السوفت وير. فانا عملت الديسكتوب كده عندي، وفي هنا الفايلات موجوده في فولدر اسمه احمد. تمام. في السيرش كتبت احمد. خلاص امبورت فايل احمد. تمام. لما دخلت على الاو بي جي او الفايلات دي كده، انا كده عملت اتاتش لكل الفايل دي كده فايلات اس تي ال واو بي جي. فانا لو عملت حددتهم كلهم كده وعملت اوبن، هلاقي الفايلات كلها اتنقلت كده في السوفت وير او في الكيس اللي هي اسمها احمد. تمام. اول ما دخلت هنا لما ادخل اعمل سكان، خلاص طبيعي بقى ان انا هخش، المفروض ان انا هفتح السوفت وير بتاع السكانر، فانا هعمل سكان. طبعا السكانر مش كونكتد وانا مش عايز استخدم السكانر في حاجه، بس انا هعمل لود للفايلات اللي انا عملت لها اتاتش دلوقتي. خلاص. دخلت على الابر هلاقي في ايقونه هنا اسمها امبورت سكان داتا. فانا لما عملت امبورت كده الفايلات اللي انا عملت لها اتاتش كلها دلوقتي ظهرت معايا. فانا دلوقتي واقف على الابر، فانا عايز ادخل الكاست بتاع الابر. رحت عامل امبورت سكان داتا ورحت مختار الفايل بتاع الابر. تمام. ورحت عامل كونفيرم، هلاقي اوتوماتيك الفايل اللي انا عملت له امبورت دخل معايا في الابر. خلاص. وكده كومبليتد، اكن انا اللي عملت له سكان، والسكاننج ده انا واخده مثلا من سكانر تاني. يبقى ده كده الابر. تمام. جيت دخلت على اللور هعمل نفس الطريقه تاني، اروح داخل امبورت واروح مختار الفايل بتاع اللور. طبعا يهمني في الموضوع ان الفايلات اللي انا استخدمها لازم اكون عامل لها اتاتش من اول، لو مش عامل لها اتاتش مش هعرف اعمل امبورت ليها. خلاص. غير لما تكون متسجله في الميدل. عملت كونفيرم، هيبتدي اوتوماتيك يدخلني ايه اللور. تمام. ولو في اوكلوجن برضو هبتدي ادخل اوكلوجن الفيرست والسكند اوكلوجن. ده ايه اللور. جيت في الاوكلوجن. تمام. هلاقي في برضو حاجه اسمها ايه امبورت اوكلوجن، وهبتدي ادخل الفيرست اوكلوجن ورحت عامل كونفيرم. هيبتدي يدخل لي الايه الاوكلوجن بتاعي. كده انا دخلت الفيرست اوكلوجن، هاجي على السكند اوكلوجن واروح عامل امبورت. خلاص. هبتدي ادخل السكند اوكلوجن رحت عامل كونفيرم. طبعا الحته دي بقى هنعمل لها مانوال الاينمنت، بس الغرض بتاعي في الفيديو ده ان انا ايه ابين ازاي ان انا اخد فايلات من سكانر تانية وادخلها في السوفت وير ميدل. طب انا لما دخلت الفايلات دي وعملت كومبليت كده، خلاص. طبعا هو بيقول لي ان البروسيسنج مش لسه الالاينمنت بتاع الاوكلوجن ما اتعملش. فانا هبتدي ان انا اعمل ايه اول اوبشن كده، وهيبتدي يعمل ايه كومبليت للكيس دي. لما يجي يعمل كومبليت للكيس هيبقى كده متاح ليا بعد ما يعمل بروسيسنج ويخلص ان انا استخدم اي تولز من التولز بتاعه الميدل، سواء الموديل بيلدر او التمبر كراون او السمايل ديزاين، فعلى حسب اللي انا عايز استخدمه. يبقى انا كده اتيح ليا ان انا استخدم السوفت وير بتاع الميدل لاي فايلات انا اعمل لها سكان من اي سكانر تاني. شكرا. توفيق يا رب.